الاتفاقية السرية. إزاي تحمي أسرار العميل من غير ما تخنق نفسك؟ كفريلانسر أكيد شفت الورقة دي قبل ما تبدأ الشركة بتقولك امضي الأول وبعدين نفهمك التفاصيل، بس ساعات بتكون مكتوبة بشكل يخليك قلقان جدا. ببساطة NDA عقد قانوني بيمنعك تشارك معلومات العميل مع أي حد، زي بيانات العملاء، أرقام الأرباح، أو فكرة مشروع لسه منزلتش السوق. دولياً المعلومات السرية محمية لو ليها قيمة تجارية، والعميل بياخد إجراءات لحمايتها. وفي مصر تسريب البيانات ممكن يعرضك لمساءلة قانونية كبيرة جداً. أخطر بند الشرط الجزائي تعويض ضخم لو حصل تسريب. لازم تتأكد إن المبلغ منطقي ومتناسب مع الشغل، مش رقم يهدد مستقبلك. راجع بند المعرفة السابقة عشان تحمي أفكارك اللي كانت عندك قبل الشغل. نصيحة النهاردة: خلي مدة السرية محددة، وتأكد إن العقد مش بيمنعك تشتغل في مجالك. لو انتوا على يوتيوب ما تنسوش السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو انتوا على تيك توك ما تنسوش ريبوست وفولو، ولو على فيسبوك ما تنسوش اللايك والفولو. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.